هذا جهازي. اوكي، هذا جهازي، انا عم بجهز حالي واهلي عم بيجهزوني. هذا جهازي. اوكي، هذا جهازي، انا عم بجهز حالي واهلي عم بيجهزوني. اول شيء اخذت. امبارح كنت افتحه فكرت ان الكيس الي. Why would you think هدول الك؟ because انا بشتري كثير. لا اله الا الله. كنت اشتريته ونسيت. So I got one. هدول يعني تخيلوا اروح جوزي وما عندي هدول، قد ايه عيب. تخيلوا شو بدهم يقولوا اهله عني. عشان انتبهي يا انت كمان لازم تشتريها لما تروحي على بيت. عارف طبعا حبيبي، انا على شر قبلك. لازم تروحي على بيت جوزك. تخيلي يقولوا لك عندك هدول الباليرينا من شانيل، شو بدك تقولي لهم؟ جد عيب. ما بصير. اوكي anyway so I got هدول اليوميات لانه لاحظت شغله فيني وبخزانتي. نمبر 2 شيرين you wanna see my number 2 سدوى. انا كمان بعمل لهم شوبينج. Wait, don't open. I'm gonna open. I got my number 2. These. I have the same. I know. So listen عن جد عم بقلكم يعني خلص يا بنت. هي لو ما عندي 22 سنة وأنا وأنتي متبادل. شايلين 20 سنة يوميات. شو مشان صرت قفلت الريد بوتومز. صار عندي كولكشن يعني ممكن أحفادي يلبسوها. يعني still I like it but I don't know. Okay. So صرت قلبت. Let me show you. اوكي شوفوا هالماستر بيس. ويت اوكي انه شو هالشي القوي. هدول العرس. شو هالشي؟ هدول العرس؟ ايه you guys هي رح البسها على العرس. شوفي انا شو رح البس لك عرس. شو هالشي القوي؟ مو معقول. شوفوا في افخم من هيك ما في. شو بعدين قلت يا الله اي وحده اخذ سو اخذت هي. اوكي اللي فرجيتكم اياها. بعدين شهد وشيرو قرروا يفاجئوني ويجيبوا لي هديه. رح فرجيكم. اوكي كمان جيمي شو هالشي. اوكي شوفوا اذا في اكياس من هي. شيرين بنات راحوا. Your beauty. اوكي لكم احلاها. لانه كنت محتارة بيناتهم هلا صار عندي اثنيناتهم. محتارة بيناتهم فصار عندي اثنيناتهم. I like that. جو بنت العروس هيك هدول وهالهيك كلها معه وهيك. لسه ما بعرف بس anyway حضروا لي حالة العرس. عم نجهز البيت، بنحاول نعمل شغلات تانية ان شاء الله حتعرفوها بعدين. يعني في كتير بصراحة unless بدكم يعني اخذكم معي بالشغلات المو فن. ثواني غرفة لغرفة لحتى اقدر اتواصل معكم. طب بيصير هالحكي؟ والله ما بيصير. بس غرفتي قايمة قاعدة there is no way نقدر ندخل على الغرفة. وغرف البنات بالرمضان لانه ما رح نلحق وما بدنا نعمله قبل رمضان، بدنا نعمله بعد رمضان. هلا حقكم التاريخ. وبس عم فكر ما اعمل شعري صراحة. اي اسئلة بدكم تعرفوها انا موجودة، اسألوني اياهم لحقوا حالكم. انا اليوم كلياته معكم وحتى بالليل انا وجلال. بس حجاوبك على سؤالك وحقول لك بعدين شو حنعمل. هل حتعملي حفلة عنة؟ عيب. معقول انا ما اعمل حفلة عنة؟ ما معقول. نحن بيتنا مشهورين بحفلات العنة يعني، مع انه عملناها مرة واحدة بس ليش حاسة نحن اكسبرت؟ ايه حاسة حالي انه نحن اكسبرتس حفلات العنن. I know. So yes ان شاء الله عم نجهز اوريدي لحفلة الحنة. كتير متحمسة و I think بعدي فينا كلها مناسبات ببيتنا الحمد لله. So جهزوا حالكم فساتين لوكات شغلات هيك وحركات. حددنا موعد العرس ان شاء الله حيكون ب 12/4 يعني بعد العيد. كتير متحمسة
التجهيزات 1000، الحماس 1000، كل شيء إن شاء الله هيك يكون مرتب وحلو. حاسة رح نلحق للمناسبات بحياتنا أقسم بالله. يعني اسمع، عيد ميلادي 15/4، عيد ميلاد رامي 17/4، عرسنا قال لي شو عندك 12/4؟ قلت له ما عندي شيء، قال لي يلا زدتي العرس، حطينا العرس 12/4. يعني ما في عرس، عيد ميلاد، عيد ميلاد ماما ولحقوا. ماما بلاش بالفستان، اتس اوكي.